سلام الله على كل مشاهدين ومتابعين في كل أنحاء العالم. النهاردة يا مشاهديني هنتكلم عن الشيخ الشعراوي رضي الله عنه. والشيخ الشعراوي وكل علماء الأمة خط أحمر، لأن كل العلماء ورثة الأنبياء زي ما قال لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد من بتوع امبارح يا مشاهديني اسمه محمد الباز، للأسف خسارة فيه اسمه محمد. تعالوا كده يا مشاهدين نشوفوا ابن الباز بيقول ايه على فضيلة الشيخ الشعراوي. مصر تبقى شايف انه كان خصم من الحياة العامة في مصر. ممكن واحد يبقى شايف ان الشيخ الشعراوي ليس فقيه. الشيخ الشعراوي بالفعل ليس فقيه، هو الراجل مفسر ليه لون في التفسير للقرآن الكريم، لكن لو جيت مثلا تتعامل معه كفقيه مش هتلاقيه فقيه عظيم، يعني مش هتلاقيه عالم كبير. زي ما سمعتوا يا مشاهديني ابن الباز بيقول على الشيخ الشعراوي انه ليس فقيه عظيم وليس بعالم كبير. انت مين يا ابن الباز؟ انت مين علشان تحكم على الشيخ الشعراوي؟ وكيف تجرأت على هذا القول؟ وتجرؤك هذا يدل على انك انسان جاهل لا تفقه اي شيء، ودي دليل كمان على انك بتشتغل مع جهات خارجية الهدف منها نشر الفتنة ما بين المصريين. يا ابن الباز لما كنتش تعرف الشيخ الشعراوي اسأل عليه المساجد، اسأل عليه الازهر الشريف، اسأل عليه العلم، اسأل عليه الغلابة والفقراء، اسأل عليه تفسير القرآن الكريم، اسأل عليه أهل الحرم، اسأل عليه مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. لما علماء السعودية الكرام والملك عبد العزيز آل سعود كانوا عاوزين ينقلوا مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، والشيخ الشعراوي قال لهم رأيه إنهم ما ينقلوش مقام سيدنا إبراهيم، وعملوا بكلام الشيخ الشعراوي. أليس هذا بفقيه يا ابن الباز؟ مش انت يا ابن الباز اللي يتكلم على الشيخ الشعراوي، اللي يتكلم على الشيخ الشعراوي اللي يعرف قيمة الشيخ الشعراوي. بطلب من كل مشاهدين ومتابعين الكرام اللي بيحبوا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه انشروا الفيديو بتاعي علشان تنصروا الشيخ الشعراوي على أعداء هذه الأمة، ويا رب اللي ينشر الفيديو بتاعي فرج همه وقربه. وكانت معكم مريومة الغلابة عاشقة مصر من إيطاليا، وبيض الله وجوهكم يا مشاهديني.